اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يلا يا حلوين نسمي بالله ونشوف هنعمل ايه. يلا معايا كلكم تيجوا معايا في المطبخ عشان عندنا النهاردة أكلة بوم البوم. بصوا مش قادرة أقول لكم على حلاوتها ولا على كان ريحتها عاملة ازاي في قلب البيت. يلا يا حبيبة اختك انت وهي حطوا اللايك وتعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. جبنا الكبة بتاعتنا وفرمنا حوالي 2 كيلو قوطة. كام يا حلوة؟ 2 كيلو قوطة. ركزوا معايا بقى في المقادير عشان حبايب قلبي البنات اللي لسه صغيرين يتعلموا كده على خير، ويشوفوا مثلا ايه اي حد بيخش كده على اليوتيوب يتعلموا منه، وانا كمان بتعلم منكم تتعلموا مني. يلا يا حلوين ادي احنا ايه حطينا ال2 كيلو قوطة كلهم في قلب الكبة. اللهم بارك الكبه دي مش قادره اقول لكم تحفه. فرمت ال2 كيلو قوطه كلهم ورحت حطاهم في قلب الصينيه يا حلوين. ركزوا معايا. وجبت قرنين فلفل سبايسي واربع بصلات حلوين كده ولاد ناس يملوا العين كده، ورحت حطاهم في قلب الكبه ومع الفلفل وضربتهم مع بعض القرنين الفلفل والاربع بصلات يا حلوين. ورحت نازله على قلب الطماطم دي يا حلوين. خلطه البومبار المميزة. خلطة ايه؟ خلطة البومبار المميزة بطريقة جديدة والله ما حدش لسه عملها على اليوتيوب خالص، فجربيها وانتي فعلا هتعتمديها. كده حطيت الخلطة اللي انا عملتها الفلفل والبصل على قلب الطماطم، وغسلت حوالي كيلو ونص رز ورحت نازله بيهم على قلب ايه؟ على قلب البصله والفلفل والطماطم. ومسكت الخضار بتاعي يا حلوين خرطته ناعم زي الحرير. بس خلي بالكم بقى، ركزوا معايا في الخلطه دي بجد والله مش بكذب عليكم. خلطه مميزه وجميله، وكان البومبار والله طلع تحفه. ابني بقى واقف جنبي بيقول لي يا ماما خلاص انا كده استويت عايز اكل. قلت له اصبر هنخلص بسرعه ونتعشى. نزلت بقى يا حلوين ايه بالخضار كمان. كده احنا عملنا الطماطم والفلفل والبصل والخضار والرز على قلب بعضه ني في ني يا حلوين، خليكم متفقين معايا. ونزلت بقى بالملح بتاعي اللي انا ظبطت بالملح، ونزلت بمعلقه بنت ناس كده معلقه حلوه فلفل اسود ومعلقه كمون، وهحط كمان معلقه كزبره ونص معلقه بابريكا هي اللي كانت فاضله عندي بصراحه لسه هروح اجيب. ونزلت بشويه قرفه صغيرين، ونزلت معلقه كزبره كمان يا حلوين. ورحت جايه نازله ب3 معالق صلصه الطماطم. خليكم بقى ايه مركزين معايا. وكل ده يا حلوين على قلب بعضه. ورحت نازله هتك هتك بقى ايه دعكت ده كله لقيته في قلب بعضه. طبعا من ورا الكاميرا حطيت حوالي 3 فصوص توم كمان. ركزوا معايا بقى. انا بصراحه بحب قوي الخلطه بتاعتي البومبار دي، ما بحبش اقلي كده زي المحشي وخلاص. انا بعمل كله على بعضه كده. ورحت هرسه ده كله في بعضه، ورحت نازله بحوالي نص كوبايه زيت او كوبايه الا ربع الا ربع زيت، وقلبت كله في قلب بعضه يا حلوين. دي بقى ايه خلطه البومبار بتاعت شهرزاد المميزه. الخلطه المميزه بتاعت شهرزاد يا حلوين. يوسف بعد اذنك وطي شويه. ورحت جايه ايه جايبه البومبار مقطعاه زي ما انتوا شايفين، على قد ما انتوا عايزين تقطعوا بقى، صباع صغير صباع كبير زي ما انتوا عايزين. انا قطعت ايه زي ما احنا بنحبه، يعني نص نص كده، ولا كبير قوي ولا صغير قوي. طبعا بوريكم البمبار كنت غسلاه بقى غسله بنت ناس بقى، عامله له بقى ايه محلول وحاجه حلوه، وكنت مخليه قشطه كده ريحته ما فيش اي ريحه فيه وكان قشطه. عملت له محلول بليمون وبملح وبدقيق، وكم كذا مره غسلته كذا مره على فكره. وكمان جربته كمان بالمعلقه وبالسكينه وخليته قشطه 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 شمعه منوره كده. ورحت ماسكه بقى البومبار يا حلوين بقيت احشي فيه. اوعي يا قلب اختك انت وهي تملوا الصباع على الاخر، لا خليه مهوي خالص زي ما انتوا شايفين كده، لان هو بياخد ويدي بشكل ودي كده مع بعضه، ويروح ايه قافل على الصباع على شويه الرز اللي انت حطاهم قصدي يعني. صلي على الرسول بقى. واللي وصل لحد هنا مع شهرزاد يكتب لها كومنت حلو ويقول لها من انهي بلد بيتابعها. يا احلى اخوات في الدنيا. بصوا بقول لكم حطوا لايك لايك. خلصت الكميه بتاعتي كلها حشو يا حلوين. خلصتها كلها وايه، وكنت حاطه بقى ميه تغلي على قلب الولع. بس طبعا ما حطيتش اي حاجه في الولع على الميه عشان هو كده كده متبل كويس ومحطوط له كل حاجه كويس كويس.
التتبيله بتاعته فوق الروعه، فمش كانش محتاج ان انا احط حاجه على الميه خالص. سبتها تغلي ورحت نازله عليها ايه، على قلب الميه المغليه بالبومبار بتاعي. بصوا يا حلوين، هقول لكم على حاجه. طبعا انتوا ما تقلبوش خالص، يا دوبك كده ايه، تنزلوه في الميه عشان على ما الميه تغلي يروح البومبار قافل، عشان لو قلبتوه زي كده بصوا الميه غليت رحت انا مقلباه ليه، بيروح قافل بقى. بيروح قافل كده يا حلوين. وكده خلاص بقى البومبار بتاعي استوى، وطلعت كل الكميه اللي انا سويتها. طبعا انا بقى ايه، طلعت كله من قلب الشوربه بتاعته. مش قادره اقول لكم على حلاوته يا خرابي، والله العظيم كانت ريحته قلب الدنيا. ولادي كانوا عمالين يتجننوا. بصوا طلعت الكميه كلها معاكم بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، بالف هنا وشفا للي كل منه. وهنا بوريكم طبعا انا بفتح البمبار وهو ني عشان اوريه لكم، لكن لو هو متحمر هيتفتح بسرعه، لكن انا بوريكم انه رز من جوه بصوا جميل مستوي، كان جميل جدا. كده حطيت الزيت يا حبايب قلبي عشان ايه انا هقلي على قد، يعني على قدنا احنا بس. والباقي الكميه الباقيه هحطها في التلاجة، كل ما نعوز نقلي. احنا ما بنحمرش البومبار كله مره واحده، عشان لما بيبرد ما بيبقاش حلو، احنا بنحبه سخن. فاحنا يعني ايه، قليت على قد ايه، على قد ان احنا هناكل كده الشويه اللي احنا هناكلهم، وبعد كده اللي عايز يبقى يقلي. يلا بقى يا حلوين، عايزاكم بقى ايه، تنزلوا تعملوا سبسكرايب وتعملوا شير للقناه يا حبايب قلبي، وكومنت كده لاختكم، ما استاهلش منكم كومنت. اكيد الفيديو لو عجبكم اعملوا له كومنت حلو واعملوا له اكسبلور. تمام. ويلا بقى يا حبايبي، اشوفكم على خير يا احلى اخوات في الدنيا. هتوحشوني كتير كتير كتير. اوعوا تنسوني بقى باللايك والاكسبلور والكومنت الحلو يا حبايبي. يلا اشوفكم على خير، واوريكم بقى شكل الاكل النهائي بتاعي. كان تحفه، مش قادره اقول لكم، ولا الريحه يا خرابي يا خرابي يا خرابي، والله العظيم مش قادره اقول لكم، مش بكذب عليكم. يلا بقى اشوفكم على خير. مش عارفه الشرق مسكني ليه كده. كان الشكل الاكل الاخير يا حبايب قلبي. ويلا كومنت حلو لاختكم شهرزاد، ومع الف الف سلامه. اشوفكم على خير، باي باي.